يعني نحن نتحدث عن شيء وأنتم تتحدثون كأنكم تتحدثون عن نفس الشيء، لكنكم لا تتحدثون عن نفس الشيء. عندما نقول نحن محاكمة فنحن نقصد شيئا وأنتم تقصدون شيئا آخر. لا يمكن أن الثوار الذين قالوا في ميدان التحرير، عندما وقفنا في ميدان التحرير نطالب بمحاكمة مبارك، لم نكن من المؤكد أننا لم نكن نقصد أن تتم محاكمة مبارك بهذا الشكل العبثي. على فكرة دي من سمات والنقاد واللي بيشتغلوا في الأدب وفي الفن وفي المسرح يعرفون جيدا دي من سمات الفن العبثي والمسرح العبثي، أن اللغة ليست لها مضمون واحد. أنت تقول كلمة هي نفس الكلمة، محاكمة مبارك، وأنت تقصد شيء وأنا أقصد شيء آخر. هي دي النقطة. كأن مبارك قبل ثورة يناير ما عملش حاجة غلط، لأنه بيتحاكم على قتل ثوار في 25 يناير، في 25 يناير و28 يناير. طب وقبل كده 30 سنة وبيتحاكم إزاي؟ هل سمع أحد، وأنا أقولها على الهواء لكل من يعملون في القضاء والمحاماة والقانون، هل سمع أحد عن طلب رد قاضي يأخذ أكثر من 3 أشهر 3 أشهر و10 أيام علشان يبقى فيه الرد بالطريقة دي وتقف المحاكمة لإنهاء معركة ومعركتين حربيتين في شارع القصر العيني ومحمد محمود وكل هذا، ومبارك في قصره المنيف في المستشفى ال7 نجوم؟ طب اقرأي أو طلي على الأحداث.